السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي، اليوم واحد الرسالة قصيرة غادي نرسلها إلى المحترم السي عبد الإله بن كيران. السي عبد الإله بن كيران، رجاء لا تجيب البعض اللي كيخرجوا دابا يتشدقون ويدعون انهم غير منتمون لاحزاب وانهم ما مسخرينش الاحزاب وهذا الشيء هذه ماشي حقيقه. الحقيقه انهم مسخرين وانهم يتكلمون تحت الطلب، وانهم يتكلمون. السي عبد الاله بن كيران منذ نجاحك كامين عام ولات واحد الديناميكيه، الناس بدات تتبع شويه السياسه والناس بدات تفيق، وهذا الشيء يؤلمهم. السي عبد الاله بن كيران، راه الهدف من هذا الشيء هو خلق، هما انهم باش نعطيك واحد الميساج السي عبد الاله بن كيران. الهدف من خروج البعض، ها اللي كيدير تدوينه، ها اللي كيقول قلتي لنا الحميره، ها اللي كيقول قلتي لنا الدواب، ها اللي كل واحد كيقول في الوقت اللي الكل الصوت ديالو اخرس باش يقول كلمة حق. شي واحد من هذا دابا، هذا اللي خرج في التالي، هذا رشيد الوالي. السي رشيد الوالي، واش تقدر دير شي تدوينه دابا وتقول لهم علاش حنا الدولة الوحيدة في العالم اللي البترول كيتشرى ب 60 دولار، البترول كيتشرى ب 60 دولار وكيتباع عندنا حنايا باغلى ثمن في العالم. قلت السي رشيد الوالي بالحرف انك غير منتمي لاي حزب، وانك درتي تدوينه ودرتي شويه ديال اللباقه، وفي نفس الوقت درتي واحد الاتهامات للسي عبد الله بن كير. الرساله ديالي السي رشيد الوالي المحترم، واش تقدر دير شي تدوينه ولا تهضر لنا على المازوت والليسانس الذي يسرق في المغاربه بالواضح بالنهار القهار، الغازوال البترول ب 60 دولار، وكتجيو نتوما دابا ها بن كيران قال الحمار، ها بن كيران قال البغال، ها بن كيران ها بن كيران دار لنا واش هادي ماشي هذا ماشي تمويه؟ كتموهون على الموضوع اللي الحقيقي، وهو ان المغاربه يسرقون بالنهار وبالليل امام اعين الجميع، وما كاينش اللي كيقول اللهم ان هذا منكر. واش ماشي حشومه وعيب عليكم تبقاو تنقصوا لنا 20 سنتيم؟ واش رديتوا المغاربه متسولون؟ واش رديتونا حنا اننا ما فاهمينش؟ دابا الموضوع اللي خصنا نهضروا عليه ماشي هو حمار ولا البغل ولا السي رشيد الوالي داير لنا تدوينه، ولا هذاك سميتو داك الرمضاني ومع هذاك الجروب ديالو، داك الاستاذ الجامعي اللي شفتو مؤخرا في مدينه فاس في واحد اللقاء. شي واحد خدا الدكتوراه وحاضر مع حزب الاحرار، هذاك السيد اللي استاذ جامعي اللي مع الرمضاني انه ينتمي تابع لحزب الاحرار. انا شفتو في واحد اللقاء في مدينه فاس، شي واحد دار الدكتوراه وحضر معاهم وحضروا غير الناس الاحرار. فهمتي السي الاستاذ الجامعي؟ دابا الهدف من هاد الخرجات وهذا الشيء هما على انهم يدوخونا باش ما نبقاوش، باش ننساو حنا اننا كنتقولبوا كل نهار، اننا ماشي كنتحمروا، كنتقولبوا، كنشريو المازوت ب2 دراهم زايده ولا اكثر. يسرقوا المغاربه يوميا، ما كاينش اللي يهضر. كيطلع علينا واحد رشيد الوالي قال لك تدوينه محقين، حتى حنا محقنا راينا والراي حتى حنا محقنا نقولوا لك السي رشيد الوالي ودير شي تدوينه على السي عزيز ولا على تحالف ولا على المازوت، ولا درتي تدوينه على واحد كيقول حمار. دابا هاد الحكومه ماشي استحمرتنا حنايا، واستحمرتنا واستغفلتنا. فالرساله ديالي للسي بن كيران، الله يجزيك بخير السي بن كيران، ما تبقاش تجاوب. انا اقولها ويسمحوا لي،
البعض اللي عاد غيخرجوا، انا اسميهم بالصراصير، انما مازال غيخرجوا واحد الجروبات. خلينا حنا نجاوبوهم، خلينا حنا نجاوبوهم السي بن كيران. صافي انت خليك كبير ما تجاوبش، وانا التكلف ديالي انني نجاوب عبر القنوات اليوتيوب وجميع المسائل اللي عندي في الامكانيات كتيح لي، هذا كنديرو للتكفير عن الذنب الذي ارتكبته في السابق من اجل محاربه حزب العداله والتنميه. هادشي اللي كنديرو للتكفير، للتخفيف والتكفير، باش نكفر على الذنوب اللي درت في السابق في محاربه حزب العداله والتنميه. هذا صافي ما عنديش شي. ودابا هادشي اللي كيدير بن كيران، هادشي راه معقول وواقعي، وانسان اللي الحمد لله اصبح انسان محبوب، انسان تلقائي، انسان وطني، انسان ملكي اكثر من البعض دابا اللي كيدعيو. فلهذا الرساله ديالي بكل احترام وبكل ادب، السي عبد الاله بن كيران الله يجزيك بخير، ما تبقاش تجاوب هذا، ما تجاوبش هاد الصراصير كل مره مطلع علينا واحد. علاش؟ لان الهدف ديالهم هما يميعونا ويدوخونا باش ما نبقاوش نتكلموا على تشفرت، على السرقه. كما قال السي بن كيران لو فولور، ما نهضروش على السرقه وجيوب المغاربه. كل نهار كنتسرقوا في المازوت وليسانس، كنشريوه بثمن ماشي معقول، ثمن غير معقول، ماشي ريزونابل. كيقالوا النصارى اننا نشرى البترول ب 60 دولار ويتباع لنا حنا بهذا الثمن اللي كنشريوه دابا. فهذا هو السبب اللي كيخرجوا لنا الصراصير والخفافيش وكيطلعوا علينا، ها اللي كيطلع علينا بتدوينه، ها اللي كيطلع علينا بهضراها وللاشاره. السي الرمضاني معك واحد الجوج، واحد منهم استاذ جامعي كنظن راه تابع الحزب هذيك اللي كتزق علينا. ما تبقاوش تدوخوا علينا وما تبقاوش ديروا لنا ما تبقاوش ديروا لنا السماوي. اش من محترم كاع اللي نمشي ويدي الزوجه معاه عند ويصور. دابا كتهضر لنا على الوالي. لا انا الزوجه ديالو عليا بافتقار واحترام، وماشي موضوعيه الزوجه ديالو. انا غير رشيد الوالي هو هضر بالادب، حنا نهضروا معاه بالادب. قال ان عيب على السي بن كيران على انه ينعت المغاربه بالحمير. انا كنقول لك السي بن كيران لم ينعت المغاربه بالحمير، وكنقول لك السي رشيد الوالي واش تقد دير شي تدوينه قلتي انت غير محزب على السي عزيز وعلى هادشي ديال السرقه ديال المازوت وليسانس؟ واش تقد؟ وإلا كنت لا ديرها وعاد داك الساعه نكملوا معاك الموضوع. وهذا الشيء كله داير من اجل الهائنا على الموضوع اللي هو السرقه ديال المغاربه، يسرقون بالنهار والليل في زيادات غير قانونيه ديال المازوت وليسانس. وتحيه احترام وتقدير للسي عبد الاله بن كيران. السي عبد الاله ما تعاود تجاوب حتى واحد. الصراصير وداك الخفافيش واللي كيقول لك قلتي لهم حمار، ما تبقاش عاد دير لهم الاعذار. خليك غادي في المسيره ديالك مع الحزب ديالك، الله يوفقكم. خلينا حنا خالدين من هذا خفافيش الظلام وهذا مدونون وهاد الممثلين اللي ولاو خلاو التمثيل ولاو خرجوا لمسيح الكابا، وهادشي كله حنا قادين به. هادشي كنديرو قلت لك انا من اجل التكفير على واحد الذنب، انني في السابق حاربت حزب العداله والتنميه، وهو حزب يضم شرفاء وكيضم ناس اللي الحمد لله الذمه ديالهم نقيه، وكيضم واحد الناس اللي اكفاء. اي واحد كيغلط، حنا غلطنا دابا نكفروا عن ذنوبنا وكنبينوا الحقيقه. وهاد الخفافيش وهاد الصراصير وهاد كيقولوا الزاحفه حنا قادين بها. السي بن كيران انت خليك غير غادي في المسيره ديالك، وكاين اللي بغا يتفقش معايا عنده مشكل مع بن كيران داكشي شغالو. انا اعبر عن رايي، ورأيي يلزمني، انا كنعبر على رايي، ما كنلزم حتى واحد يمشي معايا في هذا التوجه. انا كنهضر على الراي ديالي انا كمحمد اعراب. السي عبد الاله بن كيران التحيه والتقدير والاحترام لك. لا حاول الا تجيب الصراصير
والخفافيش، وخلينا احنا قادين بهم السي عبد الاله بن كيران.